الإخوة السلام عليكم ورحمة الله. هذا النصب هذا بلا شك راه عرفوه الإخوة كاملين. أنا اللي غادي ننبه عليه الإخوان هو واحد المسألة مهمة جدا خطيرة جدا ونبهني لها واحد الأخ، وأنا جيت باش نبارطاجيها معكم تحسبا. هاد اللوحة راه كلكم عرفتوا المعلم اللي صوبها الله يبارك ليه في العمر. شي واحد راه بدا تيحيد لها الحديدات هادو، ها وحدة راه هبطها لتحت، ها الثانية راه نزلها لتحت، الاخرى اللي كانت تما راه حيدها تحيدات، باقي لي هاد الجوج، باقي هذيك وهذيك هما اللي باقيين. اما حتى السيمه راه تكرطت من هنا كامله، السيمه راه كلها تكرطت، بمعنى السيد اللي خدام هنا اللي بغى يحيد هادي راه خدام على خاطره، كل مره تيضرب شويه. اش اللي بقى لي الاخوان؟ بقى لي داك شوي واحد الباطه تما والاخرى باقي لي هنا، يعني كل مره غادي يبدا يحيد شويه حتى يطيرها. فردوا البال الاخوان حذاري ان هذه اللوحه اللي تجسد الحدث ديال المساله الخضراء واللي كان سابقا في اسرق ودابا هي هنايا، نردوا البال لا واحد النهار يجي شي واحد ويطيرها. المهم هذه ملاحظه عطاها لي واحد السيد، قلت نبارطاجيها معكم باش الاخوه يراعيوا ويردوا البال، لا نجي واحد النهار ونلقاو غير الله بوحده وهذيك اللوحه نلقاوها مشات. فحذر الاخوه الله يرحم الوالدين. هذه وحده من التحف اللي كاينه في تالودانت والجميع عرفها، كانت في سراق دابا هي هنايا، ولكن هذا الوسط هذا، هذه اللوحه منحوته، هذه الحجره منحوته، ربما لا شي واحد يترقب بها. ردوا البال.